السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ صباحكم فل ورد وياسمين او مساءكم فل وورد وياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ انا ولاء، ولو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ياريت تعملي لي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش كده لايك حلو بقى منك كده يرفع لنا الفيديو وتعليق جميل. تمام. النهارده بقى هعمل معاكم الكبده الاسكندراني بقى بطريقه، يعني مش عايزه اقول لكم بقى اضغطي على اي طريقه عملت بيها الكبده قبل كده. في الاول كده انا جبت مكون واحد، بصراحه كنت متردده ان انا اجيبه فاجربه يعني وكده. كنت على طول بعمل التتبيله بتاعتي انا بايدي في البيت، كانت حلوه برضو. بس انا بصراحه لقيت التتبيله بتاعت اللي نازله جديده دي عجبتني، قلت اجربها. تمام. الاول بقى بنجيب كوبايه من الميه او كوبايه الا ربع من الميه، وبنبدا ننزل بيها كده في بوله بتاعتنا، وبعدين بنحط البهارات بتاعتنا كلها بنقلبها كويس جدا. البهارات بتاعتنا دي ما بننزلش، يعني ما بتحطيش عليها ولا ملح ولا فلفل ولا كمون ولا كزبره ولا اي حاجه. غالبا هي فيها حاجات كتير قوي من اللي انا كنت بحطها على الكبده، بس فيها برضو شويه زيادات كده بس بصراحه خلت طعم الكبده حلو جدا. وجبنا كده معلقه صغيره من الزيت، وابتدينا ننزل على البهارات بتاعتنا كده. وطبعا الكبده مطلعينها من شويه من الفريزر علشان تفك معانا. فالمفروض ان احنا لو مش حاطينها في الفريزر، لو لسه جايبينها يعني ومش متلجه، بنسيبها يعني في التتبيله دي لمده نص ساعه في التلاجة. بس انا كنت مطلعاها من الفريزر فكانت عندي لسه فيها حتى اجزاء من التلج، فما حبيتش ان انا احطها تاني في التلاجة، سبتها شويه كده بره لحد لما شربت من التتبيله بتاعتها وكمان فكت معايا. طيب، عايزه تاخدي نتيجه زي بتاعه بره بالظبط، هقولك من اول ما تيجي تشتري الكبده بتاعتك هتقولي للجزار انا عايزاك تقطع لي الكبده شرايح، هي اسمها شعريه، زي بتاعه المطاعم بالظبط، بتاعه الكبده والكلام من ده. تمام. بعد كده بقى ببتدي ان انا انقعها في التتبيله بتاعتها دي واسيبها شويه، يعني انا بصراحه ما قعدتهاش كتير، يعني بتاع 5 دقايق كده. بس انتي لو عايزه تريحيها في التلاجة، لو بقول زي ما بقولك لو هي مش متلجه بتريحيها في التلاجة مثلا نص ساعه. تمام. بعد كده انا العشق عندي ان انا لازم احط على الكبده بتاعتي ليمون، فماليش دعوه بقى تتبيله مش تتبيله، فانا بحب جدا ان انا احط على الكبده ليمون. بعد كده بقى رحنا على البوتاجاز، حطيت الطاسه بتاعتي او الجريل اي حاجه موجوده عندك هتستخدميها، وابتديت انزل بمعلقتين كده من الزيت، حبه حلوين من الزيت، عشان عايزه يبقى فيها كده جوسي كده وحلوه. وسبتها بقى زي ما انتم شايفين كده ايه، شويه اقلب فيها لحد ما فكت معايا خالص. الكبده يا جماعه ما بتتحطلهاش فلفل اسود وانتي شغاله فيها، علشان بيسود الكبده. لو انت عايزه تدخلي فيها فلفل اسود بتبقى موجوده في الخلطه، لو انت عامله خلطه ملح في البيت وكده بتبقى ملح مخلط، يعني بيبقى داخل في الملح، لكن ما بيبقى حطيش كده فلفل اسود على طول عشان بيغمق الكبده. عايزه اقولك بقى الطريقه دي ولا طريقه العربيات ولا المنوفي ولا اي حاجه، تحفه تحفه. اهم حاجه تاكلي الحاجه في بيتك وتكون معموله بايديكي وضامنه نظافه الاواني وكده، دي اهم حاجه عندنا. ببتدي بقى ان انا اقلبها كده وافكك الكبده من بعضها. طبعا التقطيعه اللي انت عايزاها تعمليها اعمليها، بس انا بصراحه بحب تقطيعه الشعريه دي، يعني بحبها قوي. انا كنت عايزه ان انا اعمل لها توم، انزل لها توم يعني وكده فريش، فانا لقيت ان هي مش محتاجه اي حاجه بصراحه. يعني انا قلت لما تدخل في السوا كده هبتدي ان انا ادوقها وهشوف لو هي محتاجه توم هحط لها توم زي ما انا متعوده. بس بصراحه هي مش محتاجه اي حاجه، مش محتاجه زي الكتاب ما بيقول، مش محتاجه اي حاجه بصراحه. فسبتها بقى ما حطيتش فيها اي حاجه، هحط بس عليها عصير ليمونه وشويه من الخل. عايزه يعني تستغني عن حاجه فيهم مفيش مشكله، بس عامه هو الليمون بيبقى تيستو عالي قوي في الكبده والبانيه والحاجات دي، بيبقى حلو جدا. شايفين؟ بصوا اهي داخله كده بقى في السوا. هبدأ بقى محضرة معايا حبة حلوين كده من الفلفل الأخضر الرومي، لو انت حابة تحطي فلفل اللي هو المشطشط ده الحراق يعني،
حطي مفيش مشكله، بس انا طبعا عشان في اطفال وكلام من ده فطبعا ما ينفعش بقى، الاكل مش هيتاكل لو عملناه حراق. تمام. لو انت لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك يا حلوه يا جميله. تمام كده اهو. نزلنا بقى بالفلفل، هي بتحب الفلفل جدا، كل ما تكتري لها في الفلفل كل ما تديكي طعم احلى. وكمان البذور بتاعه الفلفل دي بتوديها في حتة تانية خالص، يعني ما ترميش بذور الفلفل دي، بتخلي الكبدة طعمها حلو جدا. عايزه اقول لكم الاطفال كلها بتحب الكبده الاسكندراني دي، وكمان يا سلام لو في فينو بقى كده بتبقى رهيبه، يعني سندوتشات. حمري بقى جنبها شويه بطاطس، اعملي شويه مكرونه، زي ما انتي حابه، هاتي شيبسي، دلعي الاكله كده وخليها حلوه كده، خلي الولاد وهم بياكلوا كده يبقوا مبسوطين كده ونفسيتهم يعني شهيتهم مفتوحه. تمام. احنا بنحبها قوي ناكلها وهي جوسي كده بالعيش، بس لازم طبعا برضو عشان في اطفال لازم تعملي جنبها شوية حاجات زي ما قلتلك كده، وسلطة طحينة بقى يعني دلعيهم. كليها بقى زي ما انت عايزة. احنا هنا انا عملت لهم اطباق كده فيها زي فيها مكرونة، وحطيت لهم عليها كده من على الوش شوية، وبعدين قلت بقى ايه، اللي عايز ياكل بالعيش ياكل، واللي عايز ياكل مكرونة ياكل. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، والسلام عليكم ورحمة